اهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اهم 10 مهارات لازم تتعلمهم في الحياه. لو كنت عايز تحقق النجاح في حياتك الشخصيه والمهنيه فالمهارات دي هتفيدك جدا، فخلينا نبدا على طول ويلا بينا. اول مهاره اداره الوقت. هو مهاره مهمه جدا بتقدر من خلالها توزع وقتك وانك تنجز مهام كتير في وقت اقل ومجهود اقل. فمهاره مهمه جدا، وبصراحه احنا محظوظين لان في ادوات بتسهل علينا كتير جدا في موضوع اداره الوقت ده، زي نوشن تقدر من خلالها تدير حياتك بالكامل، في تك تقدر من خلالها تعمل تو دو ليست او تستخدمها كتاسك مانجر، اداه لاداره المهام بتاعتك. كمان فكره ان انت بتسعى انك تدير وقتك بفعاليه، ده هيكون عندك وعي بالوقت الضايع اللي انت بتستهلكه على السوشيال ميديا، في فيسبوك، في انستجرام. ففكره ان انت عندك الوعي ده بطريقه ما من غير ما تعمل اي حاجه هيخليك تقلل الوقت ده، او على الاقل هيخليك تسعى انك تحدد وقت السوشيال ميديا والحاجات دي وما تتخطاهوش. طبعا احنا مش هنتكلم في الفيديو ده في كل مهاره ازاي تتعلمها، لكن هنوفر لك قائمه بالمهارات الاساسيه لازم تتعلمها في الحياه واللي هتستخدمها كنقطه انطلاق في حياتك. وان شاء الله هنتكلم عن المهارات دي بالتفصيل في الفيديوهات الجايه، ولكل مهاره لوحدها. المهاره الثانيه تقبل النقد. غريبه شويه ان تقبل النقد يكون مهاره، لكن تقبل النقد وتحويله لشيء بناء هو مهاره مهمه جدا، لان موضوع حد ينتقدك ده بتاخده بشكل شخصي، والموضوع بيضايقك جدا لان الطبيعه البشريه لا تتقبله بشكل عام. لكن لازم تعرف ان النقد ده مهم جدا جدا ليك، لانه بيساعدك تشوف الاخطاء اللي انت مش شايفها. والنقد شيء كويس جدا ومفيد جدا، خاصه لو في محل ومن شخص ثقه. وفي فرق ما بين النقد البناء والهجوم الغير مبرر. ولما حد ينتقدك بشكل كويس واسلوب محترم تقبل ده، وحط في الاعتبار ان الموضوع مش شخصي، وان الشخص ده كلف نفسه انه يديلك راي عشان يحفزك وانك تطور من نفسك. المهاره الثالثه هي البحث. وبرضه غريبه ان البحث يكون مهاره، يعني انت عايز تبحث عن اي حاجه تدخل على جوجل تكتب توصل اللي انت عايزه، لكن الموضوع يعني فيه تريكات وفيه حيل اكتر من رائعه كتير جدا من الناس ما يعرفهاش، والحيل دي بتساعدك انك توصل للحاجات اللي انت عايزها بسرعه وبدقه وبدون اي تشتت. يعني احيانا انت بتدور على حاجه دقيقه شويه، بتحاول تدور على جمله، بتحاول تدور على كلمه في موضوع ما، فاستخدامك للحيل دي بيبقى مفيد جدا ان هو يكون في دايره ادواتك. احنا دلوقتي عايشين في عصر المعلومات فيه متاحه بكميات وبشكل غير مسبوق، فان يكون عندك مهاره كويسه في البحث هيساعدك ان انت توصل للحاجه اللي انت عايزها بسرعه وبدقه. فيعني مهاره هتفيدك جدا، وموضوع البحث ده مهاره قويه جدا يفضل انك تاخد بالك منها. المهاره رقم 4 وهي حل المشاكل والتفكير النقدي او التفكير المنطقي. هو مهاره مهمه جدا لانها هتساعدك انك تاخد قرارات مهمه وبحل معقول، يعني انك تحدد سبب حدوث المشكله وتدور على حل ابداعي. دي مهاره مهمه جدا. التفكير المنطقي زي مثلا كانك تتعامل مع مساله رياضيه وبتتبع خطوات وقوانين عشان توصل للحل والنتيجه الصحيحه. يعني انت لو مهندس او بتدرس حاجه ليها علاقه بالهندسه فانت بتطبق المهارات دي. يعني الناس اللي بتدرس رياضيات وفيزياء والحاجات دي فهو بيشوف كل حاجه على انها مشكله تحتاج الى حل، فده بيطور مهارات حل المشاكل والتفكير المنطقي او التفكير النقدي. المهاره الخامسه البرمجه. الموضوع ده مهم جدا لانه هيبقى عندك فرصه اكبر من غيرك انك تلاقي شغل، وبجانب ان هو مهم فهو كمان بيعلمك التفكير المنطقي وحل المشاكل. فيعني مرات هتلاقيها بيكملوا بعض. يعني هتتعلم البرمجه هتلاقيها بتساعدك في تعلم حل المشاكل والتفكير المنطقي، هتتعلم البحث فهتلاقيها بتعلمك البرمجه واداره الوقت، فهتلاقيهم بيكملوا بعض. البرمجه مهمه جدا خاصه في الوقت ده لان التطور السريع في البرمجه والتطبيقات والتكنولوجيا كل ده ولد يحتاج شديد للناس اللي بيشتغلوا كمبرمجين او الناس اللي بيعرفوا يبرمجوا. ولو حابب تبدا بحاجه سهله وبسيطه فرجح لك بايثون، هي لغه برمجه سهله واول ما تتعلمها هتلاقي نفسك بتتعلم باقي اللغات، فهي مهاره هتفيدك جدا ويفضل انك تاخد بالك منها. المهاره رقم 6 وهي العرض والتقديم. المهاره دي مهمه جدا ايا كان شغلك او دراستك، فانت هتحتاجها في الحياه عامه، زي مثلا عايز تشرح فكره مهمه مع ناس او حتى اصدقائك هتلاقي عندك مشاعر مختلفه زي مثلا حماس، خوف، قلق، توتر، لكن مع وجود المهاره ديت هيقلل عندك القلق والتوتر، وانها تحسن طريقه تقديمك للفكره وتعزز قدرتك على الاقناع. المهاره رقم 7 وهي المرونه والتكيف. هي مهاره مهمه جدا هتقدر من خلالها تتعامل او التكيف مع الاحداث السلبيه والصعبه، وبجانب انها مهمه فمع اكتسابك لمهاره المرونه والتكيف فانت غالبا هتكون معاك مهارات زي التفكير النقدي وحل المشاكل ومهاره البحث واهمهم اداره الوقت، عشان تقدر تنظم وقتك وانك توازن ما بين المرونه والتنظيم. ومع اكتسابك المهارات دي فانت هتبقى مستعد دايما عشان تتعلم مهارات جديده، وانك تكتسب خبره هيبقى عندك مرونه التعامل مع الضغوطات ومستعد لاي تغيير جديد، وعندك القدره على التاقلم والتكيف مع التغير ده، فهي مهاره مفيده جدا. المهاره رقم 8 التواصل الفعال. مع كثره وجود السوشيال ميديا واستخدامنا للتكنولوجيا فاحنا هملنا عمليه التواصل سواء وجها لوجه او حتى على السوشيال ميديا، فمهاره زي التواصل الفعال نتعاون ان يبقى عندنا تفكير ايجابي دي مهمه جدا، ومهاره زي دي ممكن نطورها مع الوقت. ومن اهم صفات التواصل الفعال هو بناء الثقه والاحترام المتبادل، فالتواصل الفعال مهاره مهمه جدا. المهاره رقم 9 التعلم المستمر. التعلم المستمر هو تعلم مهارات وقدرات جديده وباستمرار، واننا نطور المهارات الموجوده، وكمان يبقى عندك الوعي والقدره على انك تكتسب مهارات جديده، وعندك القدره على النمو والتنميه. وبالنسبه للتعلم المستمر فهيولد عندك الرضا الوظيفي واحساس اكبر بالانجاز والانتاجيه، فهي مهاره مهمه جدا وبرضه لازم تاخد بالك منها. المهاره رقم 10 والاخيره والمهمه جدا وهي تعلم كيف تتعلم.
المهاره دي هي اهم مهاره في المهارات دي كلها، واللي هتقدر من خلالها تتعلم اي حاجه بذكاء، ومن غيرها مش هتعرف تتعلم الحاجات دي كلها. يعني المهاره دي من غيرها مش هتعرف تتعلم ازاي تقبل النقد، ومن غيرها مش هتعرف تتعلم ازاي تدير وقتك، ومن غيرها مش هتعرف المرونه والتكيف. انت هتروح عشان تتعلم الحاجات دي، هتتعلمها ازاي بقى؟ فمع وجود مهاره تتعلم كيف تتعلم هتقدر من خلالها تتعلم اي حاجه. وبكده نكون خلصنا 10 مهارات اللي لازم تتعلمهم، فخلينا نراجع عليهم سريعا. اول حاجه مهاره اداره الوقت، تاني حاجه مهاره تقبل النقد، تالت مهاره البحث، رابع مهاره حل المشاكل والتفكير النقدي او التفكير المنطقي، خامس مهاره البرمجه، سادس مهاره العرض والتقديم، سابع مهاره المرونه والتكيف، ثامن مهاره التواصل الفعال، تاسع مهاره التعلم المستمر، عاشر مهاره تعلم كيف تتعلم. دول 10 مهارات اللي لازم تتعلمهم في الحياه، واللي هتساعدك في تحقيق النجاح والتفوق في حياتك. والتعلم والتطور المستمر هم اساس النجاح، فاستمر في تحسين نفسك وانك تتعلم مهارات جديده، وما تستناش تستخدمهم في حياتك اليوميه. فشكرا ليك انك كملت لحد هنا، نلقاكم في فيديو جديد ومع السلامه.